اغلب الناس عرفان يقول شلون يجي حبه طويل صح؟ نزل العيش. اول شيء لازم نارك تشوفها نارك عاليه. شوف نار عاليه حيل. وهذا قياس الماء. شوف يبي شيء بسيط زياده. اذا صار العيش مثل هذا تشوفه راح يصير وياك نثري حيل. شوف ما يحتاج احرك. شوف ما يحتاج احرك العيش اشوفه. هذا قياس النثري حيل نثري ترى. يعني على قولتهم يوصل على حد حب ودهن. سوي شويه زياده ماء. شويه بس زياده ماء. بس شوف انا دايم اخليه مثل الطريقه. لا حركت ابين. هذا قياسه. سوي زياده ملح. زياده ملح انا بين الملح زياده. شوف الحين بحوسه عشان الملح يتحرك. الحين خلاص شوف ما يبين. متى يبين؟ لا حركته. هذا قياسه. ومتى اسكر عليه واقصر؟ لا بين العيش مو لا نشف تحت. لا بين العيش اقصر عليه وقت ما بغصدير. ايه 10 نفر. شوف بهالحالة انا هني راح اسكره لكن راح اصبر عليه. انا ليش؟ انا نبيها شوي نثرية زيادة اليوم. فبنطر اول ما يرتفع او ما ينزل الماء زيادة بحط الحشو. ولكن اذا تبيها نثرية تبيها شوي تكون لينة الحبة بهالطريقة سكر على طول. قصر النار واكتمه خله 25 دقيقة. شوف الحين تناشف تماما معاي. خلاص الحين انزل هنا الحشو بشكل عشوائي. ترى ما دائما الناس يحطونه على طرف عشان الشكل يكون مرتب. وقت ما الحين بقصدير بخليه نص ساعة اليوم. 12:30 بنشف. حطيت عليه شوية كزبرة وشوية كركم. خلاص سكر الحين. وهذه ناري شوفها. خلاص شمعة خلها نص ساعة. شوف شمعة ابدا على حدها نص ساعة. لكن لازم تكتمه كتم عشان يطلع وياك 100%. هنا البخار حار. يا سلام يحلو ريحة العيش. طبعا البهارات هذه تعطي نكهة مع الحشو. سلام. شوف شلون يعطيك العيش. شوف يصير عيش الحشو بالطريقة. شوف تكون ماسكة فيه نكهة بهار وماسكة فيه. حلوة الطريقة هذه ترى. شوف خلاص. شوف خلاص صبغ. طبعا بدون صبغ كركم. هو يصبغ لك العيش حاله. شوف تبارك الرحمن ما شاء الله. يلا كب العيش. نفس الوزنية اللي اعطيتك اياها. شوف شلون صارت حبة العيش. نفس الوزنية لا تغيرها. شوف شلون يصير لون العيش مع البهار. شيء فاخر ولا اروع. وهذا دجاج. وهذا طبعا الربع يحبون الفلفل. شوف لي على الدقوس شلون خاطر. شوف يس لا محلك عرفان. هذاك فلفل بطاط. اليوم هذا كله شغل عرفان. كله شغله. حتى قلي الدجاج شغله. انا بس جيت سويت يا جماعة والله يا العيش اعطاه نكهة مجرمة. الحشو تستمتع وانت تاكل.